فسيبونا نتكلم انا كده عايش لوحدي وانتوا عايشين لوحديكم واحنا نتناقش مع بعض. الموضوعات اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله يا ريت الموبايلات الجميله دي يحسبوها لنا. هنتكلم عن تبقع الاصابات والاوراق الفيموسيس. يعني معنى صح هنتكلم عن مرض الفيموسيس وهنطول فيه شويه نظرا لاهميته. حاجه تبع الاخراج. لا هو بعد كده هنتكلم عن الصراع الميت وهو قريب الصله بالفيموسيس السيس. عفان الجذور المدور هنعدي عليها بسرعه شويه. الباد دي والزرقاء هنقارن ما بينهم مع بعض. وعفان الثمار اتفقنا احنا هنجيبها خلاص النهارده ان شاء الله. لو جت حاجه هقول لكم كده بس على الحاجات المهمه في الطريق يعني. تشقق الثمار وبعدين يعني بنشوف الحاجات دي من وقت للتاني. موت الاسيد نهر عنقود او الستين نكروزيس وعنق الحبه الاسود باكستان والحبه المائيه واضرار الاستوباز اللي احنا اصلا بنشوفها وقت للتاني سببها وشكلها ايه والحاجات دي. ده الموضوع النهارده. هنتكلم عن الدكاتره الحشريه في نص المحاضره باذن الله. الباقي دي والكريبس ومنطقه الاوراق دول الثمار العنب وازواج الفاكهه نظرا لاهميتها. طبقات اصابات الاوراق الفيموسيس. واحنا اصلا ماشيين في الارض في نهايه الموسم في الشتاء في بدايه الموسم في الربيع ممكن نلاقي الاعراض دي موجوده عندنا نفس الشكل اللي احنا شايفينه. في عندنا طبقات هي اصلا مش مجرد طبقات. بيكون عندي فيه نتوءات يعني دي بقع سوداء بس عامله زي دبابيس الابره زي ما شايفين المناطق دي كده كلها حاجات عامله زي دبابيس الابره. مش عارف مش باين عندكم حاجه في الكبسول. شكل العفن الهبابي. لا ما هو ده مهم. لا هو مش شكل العفن الهبابي اللي زي ما بقول لحضرتك ديت اصلا عباره عن العفن الهبابي لما تمشي ايدك عليه بيطلع بايديك هبابي. لا هي عباره عن نقط سوداء بارزه لو انت مش هتجي ايدك عليها هتلاقيها زي الدبابيس كده. ده العرض دوت موجود عندنا اصلا من زمان من قبل ما نفكر في التصدير من الثمانينات من السبعينات موجود ولا يسبب في اي مشكله على الاطلاق. ده اللي كان موجود عندنا قبل كده. ده برضه عرض بيوريني نفس التوقعات دي موجوده. هتلاقوها حتى لو انتوا رحتوا رجعتوا الارض دول هتلاقوا فيها حاجات. ممكن نجرب من نعم؟ لا خلاص. بس انا مش عكس الناس يقولوا نجرب مش هجرب. ممكن يكون عندنا توقعات بالشكل دوت برضه كمرض ما كانش مشكله بالنسبه لنا. في السنين الاخيره ال 10 سنين اللي فاتوا او تقريبا 10 سنين اللي فاتوا بدات اصلا يمثل مشكله كبيره جدا. بدانا نشوف بدل ما هو اصلا كان بيشتغل على الطرحات على الخشب القديم فقط لا غير بدانا دي اصلا بقى موجوده عندنا على الاموات الجديده بشكل توقعات. التوقعات دي ممكن تكون اصلا مستطيله شويه بتغطي معظم الطراح ذات نفسه. يعني بلاقي في حاله ورق مش هو ده اللي شاغلني لكن انا بشوف العرض على الطرحات بالشكل ده. هنشوف اعراض كتيره جدا على الطرحات بحيث تقدروا تميزوا العرض بشكل كويس. ممكن الاقي تقفيس وداد كبير جدا. هنا التخريج الجديد من العين ممكن يبقى اصلا فيها ضرر. ممكن الاقي اصلا الجسد ذات نفسه في منطقه تحرير منطقه الاطراحه بلاقي بعد في مكان موت بلاقي فيه اصلا في حل جوه معاه في منطقه النخاع وممتد بشكل كبير. برضه نفس الاعراض مش واضحه بالنسبه لنا مش ده اللي انتوا هتشوفوه. اللي بيحصل ان الفتره اللي جايه دي اللي داخل فيها دلوقتي يعتبر ممكن تنزل الارض تلاقي ان شاء الله ما تلاقوش حاجه زي كده بس عرفوها عشان تدوروا عليها عشان لو لقيتوها المفروض نحن الصرف. ممكن تلاقوا العناقيد اصلا ما شاء الله الارض مليانه عناقيد شكلها يفرق كتير جدا لكن لو انت لقيتوا هتلاقوا العناقيد شكلها ما هوش طبيعي. المنظر مش طبيعي لكن منظره ايه يبان معانا برضه مع الوقت. هنا برضه في ورق شكله كده دبلان ده برضه بالنسبه لنا ما هوش طبيعي. الفرع اصلا دوت هنا من فوق شكله مش طبيعي. في حاجه في الارض مش طبيعيه.
انا بتكلم على مستوى المزارع عند حضراتكم في الوقت الحديث دوت. الناس اللي هم اصلا معاطين ممكن يكونوا اصلا شايفين الكلام دوت من حوالي اسبوعين. بلاقي ان هو اصلا الطراح ماشي كويس قوي، وبعدين مره واحده دايما بنتكلم عن لما يكون في عندنا تسميد كويس، في اصلا الشجره مخزنه نيتروجين كويس، والاهم لما يكون واخده ميه كويس بنلاقي الطراح اصلا طرفه بيكون اصلا ماشي، فقلنا في احنا مدين ميه كفايه ما عندناش مشكله ميه، لكن بنلاقي الطراح اصلا مش مجرد طرف، ده بنتكلم عن 3-4 سلميات في ميل، بقى في ميل هنا، ولو انت مسكت المكان دوت كله هتلاقيه اصبح بقى طري، ما عادش هو اصلا مش مجرد انحناء، ده انحناء ومكان طري، مكان لين يعني بالتحديد. بنبص بقى نقرب كده على نهيل، ده شكل طبعا ده مرحله ما قبل التزيين، مفيش تفتح لسه، مفيش كرومين، مفيش انقاص لسه، هي بس الكلاستر الزهري موجود، ونلاقي مره واحده العنقيد بقى العمود بقى شكله اصلا مظهره فيه ظهور. مظهر العمود كله دي بقى جنبها مره واحده. على فكره ده ممكن تلاقيه في كوشه كامله، يعني ممكن تلاقي الموضوع دوت مش في شجره او شجرتين، ممكن تلاقي مره واحده الكوشه كلها بقى تكون العنقيد اللي موجوده شكلها كويس قوي وكلها حصل لها ظهور مره واحده. هنقطع شويه في العرض عشان بس تحسوا بالموضوع لحد كبير. دي مثلا هنقول شكله سليم، في عناقيد اصلا كلها فيها زهور، عناقيد دبلانه. يعني بقول لكم الموضوع مش مجرد عناقيد عشوائيه، مش مجرد عناقيد ثلاثه على شجره، لا بتلاقي اصلا شجر كتير في قلب الكوشه، ممكن شجر كتير في المزرعه، وكل عناقيد فيها اصلا بتفضل مره. هنا بدأنا نلاحظ بقى حاجات ثانيه اصلا، مش مجرد زهور كمان للعناقيد، لا ده في عندي بقى في حرق الاوراق زي ما احنا شايفين، دي كلها اصبحت في حرق اوراق بتتحرق، وفي طرحات كمان اصلا بتموت. عاوزين الحرق هنا بقى واضح بالشكل دوت، في حرق هنا هو، في حرق هنا، في حرق هنا هو. لا ده احنا عندنا مش مجرد عناقيد بتدبل معناها ان في عندك خساره في المحصول، طرحات بتموت معناها ان في خساره في الشجر ذات نفسه. على فكره الكلام ده كله بيبدا في يعني بياخد من ساعه ما تلاحظه لحد ما توصل للمرحله ديت، ممكن تكون 3 ايام، اسبوع، ما بياخدش فترات طويله عشان نوصل لمرحله ان احنا نلاقي فيه العناقيد كلها بتنزل والفروع كلها اصلا بتموت. دي بقى الشجره زي ما احنا شايفين، الحرق بقى فيها كتير جدا. معلش انا هديكم هعدي بقى بسرعه بس عشان تبقوا متخيلين شكل الاعراض اللي ممكن تشوفوها ايه. لكن نظرا لاهميه المرض نباتات يعني ايه بفرد بعض دلوقتي عشان للاسف الكاوتشات بيدمر المزرعه بالكامل. خلاص في عندي بقى في الناحيه الزراعه اللي على اليمين في حرق كتير. هنا بنلاقي حاجه ثانيه خالص. لو حد هيبص معايا بدقه شويه في تلون موجود هنا على الطراحه بقى ذات نفسه. يعني اصبح مش مجرد احنا كنا بنبص كده شايفين من اي حاجه عناقيد زباله بنلاقي فيه اوراق محروقه، لا هنا في اصلا الطراح الاخضر في عليه خطوط او نقط سوداء مع بعضيها، يعني مش واضحه قوي هتبان في صوره ثانيه ان شاء الله. هنا بلاقي فيه فاكرين لما قلنا في الاول عندنا في الخشب في اخر الموسم او في بدايه الموسم الاثنين بلاقي فيه عندنا نقط سوداء بارزه، هنا بلاقي فيه نقط سوداء لكن ما هياش بارزه، في بطش موجوده عشوائيه ممكن تكون اصلا كتيره كانها بشكل طولي لكنها اصلا مش بشكل طولي متعمد. وبعدين ممكن الاقي كمان حاجه ثانيه ان الاوراق اللي قريبه جدا من الحاجات دي بتكون اصلا مصفره كمان. اذا انا عندي عرض ثاني موجود، عندي في الجوف العناقيد، في عندي اصفار في الاوراق، في عندي رباعه موجوده على الطرفات. لو انا اصلا جيت مسكت طراح زي دوت انا شايف اعتقد بعضكم شايف ان في اسوداد موجود هنا اهوت كده، لو انا اصلا قطعت طراح بلاقي فيه كمان تلون في الخشب من جوه موجود عندنا في لون بني موجود في الخشب. ده بيبين ده الطراح الاخضر، ده اصلا فيه خطوط سوداء كتيره، النقط ديت بقت موجوده، في نقط موجوده وبقت بارزه، برضه دي هنا بقى نقط فيها بروز يعني بقى بطش ونقط سوداء وبصرات كانها بصرات موجوده. هنا اللون اصلا واضح جدا، اللون البني في المنطقه ديت موجوده عندنا، ده مش نخاع موجود في فتره ما فيهاش يعني المفروض يكون لونه ابيض مش لون دوت خالص. انا بتكلم عن المنطقه دي بالتحديد. لكن لو انا اصلا دققت شويه هتلاقي الحته دي كلها فيها درجه من درجات اللون البني، في عندي اسوداد موجود اصلا على الطراح بالشكل دوت. هنا هتلاقي الطرحات بقت موجوده عند حضرتك فيها كتير جدا بقعه سوداء. العرض دوت ممكن تلاقيه في مناطق داخل الخشب، مش شرط تكون الخشب كلها، مش شرط تكون الشجر كله، لكن هتلاقي في مناطق كتيره جدا في الخشب فيها الشجر فيه العرض دوت. لو انت
ما دورش عليها مش هتشوفها، يعني هتمشي ارض مش هتشوف الكلام دوت. مشكلتنا احنا بنمشي في الارض بتاعت العنب ان احنا بيشدنا قوي اللون النبات الاخضر الجميل، بيشدنا شكل نمواتي كويسه، لكن ما بناخدش بالنا ان النموات دي اصلا فيها مشكله. فالحاجات دي حضراتكم هتنزلوا هتدوروا عليها، مش هتمشوا تبصوا بقى على حاجات كويسه، هنبص على الحاجات اللي مش كويسه. فهنا هندور اذا كان اصلا في عندي تقرحات، في اي طبقات بالشكل دوت، في سودان بالشكل دوت، هتلاقي بعد كده في تقرحات هنا اهو، يعني حتى اللون السوداوي بدات المنسجه في تحتيه بقت متقرحه لانها مقطعه، ما عادش اصلا النسيج بتاع القصبه بشكل سليم. ده بقت الخطوط السوداء اصلا بقت كتيره جدا موجوده عندنا بشكل كبير. انا بوريك بس المشكله بتزيد شويه مع بعض عشان برضه نبقى حاسين مع بعض. طبعا لما انت بتشوف المشكله وهي كبيره جدا معناها اتاخرت قوي في بحث المشكله، كل ما بحث المشكله بدري بقدر احلها بصوره اكبر. هنا في عندنا البقعه برضه موجوده السوداء، لكن برضه في عندي حاجه ثانيه بقى، في بقعه صفراء موجوده على الذراع ذات نفسه او على العصابات، فمش مجرد بقى ان هو اصلا عنده البوطه السوداء، ده عنده البوطه السوداء وحواليها في اصفرار موجود. زي ما قلنا كده الاصفرار في الاوراق، بقى في اصفرار كمان في الطرحات غير البوطه السوداء. هنا بنبص اعتقد الصوره دي اصلا معبره جدا، في تقرحات موجوده هنا بقت بشكل كبير، التقرحات دي ممكن مع الوقت تعمل تشوهات، ما اصبحتش مجرد تقرحات، هي تقرحات دلوقتي في شكل كانها خطوط، لكن بعد شويه ممكن ده عباره عن بقى شكل طولي موجود في الخشب. هنا انا عيد شكلها اصلا سليم، لكن لو انا سبتها ما عملتش اجراء ممكن عليه دي اصلا دي تنزل. لو انا سبتها ممكن تكمل معايا الموسم وفي اخر الموسم الاقي فيه موت وانا مش منتبه ليه، وهنشوف حاجه زي كده. خلاص يا جماعه بقت العرض بقى بالنسبه لنا مميز جدا، العنايات كلها موجوده، ده طراح موجود في قلب الشجره. ممكن واحد اصلا ما فيش منه خالص. لكن احنا شايفينه اصلا عامل ازاي. اصبح الموضوع مش مجرد طراح، ده حتى اعناق الاوراق بدا يبقى فيها العرض ذات نفسه. خلاص احنا حفظنا الاعراض من تاني كده كلنا مع بعض، وانها اصلا بتكبر، بلاقي اصلا بدا ينتقل الموضوع من القصبات اللي هي الخضراء للقصبات اللي عمرها بتبقى سنه، بلاقي اصلا في جفاف، بقى في جفاف في الطرحات ديت، بلاقي اصلا لما انا تبقى قصبه في تلون بني في الداخل. اصبح مجرد العرض مش مجرد توقعات بره، لا ده اصبح بقى في نقطه ختم عندي في داخل القصبات اللي هي عمرها سنه. ممكن الاقي جوه على الاوراق اطراف الاوراق بالشكل دوت، في حاجات كتيره بتعمل دوت، لكن احنا عندنا دوت هربط دوت كمان مع الاعراض اللي موجوده على العصبات ومع الاعراض اللي موجوده. لا مش سوري. ممكن الاقي في نقط جوه بالشكل دوت، ممكن الاقي جوه برضه بدرجات متباينه، دي كلها اعراض من اعراض المرض ذات نفسه. ممكن الاقي فيه اصفرار على فوق، طبعا مش هنحط هنا بقى ضغط زرق وكلام من دوت، ده مش دعوه بضغط الزرق خالص، الضغط الزرق بيبقى ليه عرض في السطح السفلي كمان، يعني ضغط اصفرار ما بيكونش اصلا كتير بالشكل دوت، وفي نفس الوقت بيكون السطح السفلي بيقابل اصفرار ثاني مش بقعه بنيه. لو انا بصيت على الصوره اللي فاتت دي كانت بقعه بنيه على سطح هنا دي بقعه بنيه، الضغط الزرق لو كان موجود يكون اصلا دي بقعه مصفره ما بتكونش اصلا بنيه. الضغط دي نفس الوضع. ممكن الاقي تقرحات موجوده عندي بالشكل دهوت. يعني مش هتكلم قوي كتير عن المرض بقى اكتر من كده دوت، لكن احنا بيهمنا اصلا ان المرض بيجي اصلا في الفتره بتاعت اخر الشتاء، يبدا يطلع جراثيم بكنيديه دي بتطير وبتصيب الاوراق في الفتره بتاعت الاصابه الخاصه عندي، هي فتره التزهير او فتره خروج العليل الزهريه ذات نفسها، وبعد كده بيتنيه مع ارتفاع درجه الحراره يشتغل في الصيف ثاني، ممكن يعمل دور ثاني في الصيف. انا يهمني الكلمه ديت، انا اصلا هلاحظ المشكله وهنحلها دلوقتي مع بعض، لكن اجي اصلا بعد احيانا المشكله هننسى الموضوع خالص، بنموت كلنا من الشغل فتره الموسم عشان نطلع لنا درجه كويسه ونصدر، وعلى ما نخلص ممكن كلنا اصلا انتهينا ومحدش بيدور على اي حاجه بعدين. هنا يبدا برضه يشتغل من ثاني ويموت الشغل من ثاني. الزراعه الميت، المرض احنا اتكلمنا عنه الخد ده كله عباره عن بيسموه الفوموسيس، وهو ده فطره اصلا هو زي ما قلت كان موجود عندنا من زمان، لكن ظهر الزوالات اصلا جايه جديده مع الاصناف احنا كنا بنجيبها من بره، ودي سميها المشاكل. وده برضه اللي خلينا انبه حضراتكم ما تفرحوش قوي انكم تطلعوا بره وتجيبوا عينات وتجيبوا اقلام من اي صنف لاي محصول
وتحطها في الشنط وتبقوا مبسوطين. الدنيا اصلا بقت محدش خد باله ولا وجع دماغنا من الحجر الزراعي، وحتى وقت الحجر الزراعي برضه بنتصرف معاه وبنخلص المواضيع. حضراتكم تنقلوا مشاكل لمصر كتير جدا وانتوا اول متاثرين فيها، لان بعد شويه تلاقي في عندنا امراض وبقى عندنا امراض كتير جدا ما بنعرفش نعالجها او بنصرف كتير في المركبات، وبعدين يقول لك عندنا صحه بقت مستلمه نتيجه فقط سلوك خطا من بعض الافراد. لو انت جبت حاجات ما يصحش تجيب حاجات بشكل مش طبيعي، ولو جبت حاجات محتاج انك تراجعها وتراقبها من ناحيه الامراض ومن ناحيه الافات بشكل قوي جدا. هنا عندنا مرض قريب جدا، هنا بلاقي ان اصلا في عندي اذرع بقت جافه. هنا المميز بالنسبه لي ان في وراها نموات اصلا خضراء كبيره جدا. يعني مش ان في عندي حاجات مش شغاله، في عندي اذرع ناشفه تماما وفي نفس الوقت في عندي نموات اصلا قويه جدا. ده بالتاكيد مثبت بالنسبه لنا بالنظر. هنا بلاقي ان برضه لو انا بصيت للخلفيه البحته في نموات اصلا كتيره جدا، لكن عندي في اصلا تخريج اصلا ضعيف مقارنه بالحاجات اللي موجوده عندنا. في اصفرار موجود في الاوراق، في احتراق موجود في الحواف، في طبيعه التنصيص في الورقه مش متجانس حوالين العلاق الوسطي، مفيش تجانس. ممكن الاقي في نص الورقه اكبر نص الثاني، ممكن الاقي التنصيص اصلا بقى اصلا كانه مدبب شويه. دي كلها اعراض بتاعت المرض بتاعت التايفا اللي هو بيعمل موت الاذرع او باي باك، مش بتفرق معانا الاسماء كتيره. ممكن الاقي اصفرار وبقى توقعات بالشكل دوت. هنا بنختلف بقى كتير، يعني دايما في بدايه الموسم يبقى في عندنا رياح جايه محمله باتربه، الرياح اللي هي فيها هواء سخن بتحصل كتير، ونلاقي اصلا ان سبب المشكله اللي بنفكر فيه كلنا الهواء اللي جه دوت هو اللي حرق الاوراق، وهنشوف برضه عرض اكتر من كده. هنا لو احنا ما ميزناش المشكله صح هنشوف احنا هنوصل لايه لو ما حدناش المشكله صح في الاول وتعاملنا معاها بطريقه سليمه. هنا الورق دوت انا مش عارف يبدو انه ما فيهوش حاجه، يعني شكله بس ان هو لون باهت شويه، ودي حاجه ملفتة للنظر بالنسبه لي. لا ده بقى فيه لون باهت ولا ابيض مع ورق لونه اصلا طبيعي، يعني ده الوان طبيعيه لكن هنا فيه ابيضات موجود. ده اللي انا بتكلم عليه شكل النص بتاع الورقه ما عادش متجانس، لا في ورق ابيض بقى كتير. ناس الخطا على طول هو ناقص النحاس بيعمل، ناقص الحديد اسف بيعمل الكلام ده. ناقص حديد بيعمل الكلام ده، لكن مش في كل الاصناف، ممكن يعمل دوت في السبيريور، ممكن يعملوه اصلا في فتره بعد كده مش في الفتره اللي في بدايه الموسم. يعني ممكن اخد نقص الحديد على السبيريور واوراقه ويبقى فيه بيضات بالشكل دوت، يبقى فيه احتراق في الحوض بالشكل دوت على السبيريور فقط، والاقيها اصلا في فتره يمكن مع عندي فتره الحبات ممكن يوصل ل 8 مللي او اكتر، لكن في الفتره ديت مفيش حاجه اسمها كده تظهر اعراض نقص حديد. هنا بقى واضح بالنسبه لي البقعه ديت هي اللي تؤثر. البقعه ديت اللي احنا شفناها قبل كده من شويه يا جماعه، احنا شفناها من شويه كانت بطس وكانت بقى ليها نسق بقت متصله ببعضيها وبقى في اضرار كبيره. هنا ده بلاقي فيه اللون بقى فاتح، فيه احتراق واضح في الحواف. العرض ده على طول بيفكرك على طول ان في هواء سخن او في هواء اصلا مره على المزرعه، في ميه قليله وفي حركه هواء ممكن يعمل الكلام ده. هنشوف صوره زي ديت هنلاحظ اصلا ان كل التخريج من العين اصلا متكدس مع بعضه ومش مستطيل، قريب مندمج، السلمات اصلا قصيره، اختراق في الحواف، اللون اصلا واضح. فانا عندي كده مشكله تايفايد موجوده او موت الاذرع موجوده على طول ولازم اتعامل معاها مباشره. كل ما بتاخر العين بتموت. لو انا اصلا اتعاملتها الفايد دوت ان شاء الله هتكمل عادي. لو تاخرنا والعين ماتت هنتعامل معاها ان شاء الله، فالعيون الجانبيه اللي جنب العين الرئيسيه هتبدا تتفتح في الشرق. بس اصبحت انا خسرت لو كان ده اصلا دوت عين فيها عنقود او عين خصبه انا ببقى خسرتها، وحتى لو طلع بعد كده العين الجانبيه اصلا هو قدر او فيها عنقود هيكون اصلا متاخر لينا اصلا جيل ثاني هيشوش لي على المعاملات بتاعتي اللي نعملها عشان جوده المحصول. ده برضه عرض ثانيه، ده وانا بصيت ان هو تلاقي الاوراق اللي طالعه اصلا كلها مختزله. يعني برضه اوراق عندي طالعه في بدايه التكليف، الاوراق مختزله تماما، النص تقريبا ما فيش نص، ده نص مشوه، في تجعدات، في عدم انتصام. هنا برضه صفه مميزه جدا دي تعرفها عن بعد، ان هتلاقي اصلا كل التخريج اصبح شكله متوازي مع بعض. الفروع طالعه كلها قصيره وكلها كانها متوازيه مع بعض. لو تشوف المنظر ده من بعيد ده اصلا مظهر التايفايد بتاعنا او موت الاذرع. واضح المقارب بين النمو دوت والنمو اللي موجود عندنا اهو. مش محتاج ان انا اقعد افكر كتير. التردد في تعريف المشاكل بيخليك ما تعرفش تاخد القرار الصحيح. المشاكل المرضيه اللي بنتكلم عنها بنتكلم عن عرض يكون واضح ما تقعدش تفكر فيه.
يعني لما يكون في تلون معين لو قعدت تقول ده لون ولا مش لون يبقى اصلا اللون مش موجود. الاعراض المرضيه اللي بنتكلم عنها تكون اعراض مميزه جدا، لما تشوف عرض دوت على طول تاخد القرار بالاجراء المناسب. هنا عندي اصلا شايف انا التفريغ عندي كله اصلا لونه اخضر ازاي، وعندي التفريغ دوت اصلا محمر صغير. بعض الاخوه يفكر طب ما اصلا التفريغ في الاول ممكن مع المخدر حالته لونه اصلا محمر. ممكن يكون التفريغ في الاول محمر، بس اصلا بيكون عندي دوت لوحده. هو مع النواه بالشكل دوت برضه دوت ما هوش طبيعي. هنا اصبح عندنا في موت موجود بالشكل دوت غير فرصص خالص. يعني في الفرص كنا بنشوف اعراض على الاصابات ان هو تفسد ده وحاجات زي كده، لقينا انت بتشوف الاصابات او الطرحات شكلها طبيعي، اللون بتاعها طبيعي، لكن بتلاقي في حاله ورق بالشكل دوت بدا يبقى في عندي مش مجرد بقى التلون ده بدا فيه المواد طالعه من او التفريغ بدا يموت عندي. خلاص برضه ده شكله مميز جدا. ده هتشوفه برضه في بدايه الموسم، هتلاقي فيه بقع، هتلاقي فيه اصفرار، هتلاقي فيه ورق مش مفروده، مش منبسطه بشكل سليم، في تقاعد فيها، الورق تدخن بدرجه بسيطه، بقى في حرق الورق دوت، حتى ممكن تشوف اصلا شكل جراثيم فطرات موجوده عليه. مش جراثيم فطر قريبه، لكن هنشوف اصلا نتيجه ان الورقه ديت ماتت بدا يشتغل عليها فطريات ثانيه ممكن يكون منها الفطريتس، بس مش هو سبب المشكله، سبب المشكله اصلا فطر قريبه مش الفطريتس. خلاص هنا بقى في حرق، احنا شايفين بقى الحرق اللي طالع بالعين عامل ازاي. الحقيقه اللي بيحصل دوت مش مجرد حرق للمواد اللي طالعه، ده حاله هتنتقل من المواد دي فينزل للعين وبعدين يخش لي على بقيه القصبه ويموت لي القصبه كلها بعد كده. هتلاحظوا وانا بشاور انا مشيت في اتجاه الشاور، عشان كده هو اصلا موت رجعي، يعني دايما الموت ده اللي بيحصل من اي مكان يحصل فيه الاصابه الفطر بيتحرك الى اسفل، الفطر بيتحرك مع اللحاء مع العصاره بتاعت النبات في اتجاه اللحاء، فبالتالي اصلا بالتالي ماشي لاسفل الصف. بنقول اصلا موت رجعي لان هو اصلا من مكان الاصابه بيحصل موت اللي بعديه. مش شرط يحصل موت في الطرف، مش شرط الاصابه تحصل اقصد من الطرف، لا ممكن تحصل من اي مكان يدخل فيه الفطر ويعمل لي موت بعد كده تحتيه، وبعد تاكيد له فيها هيكون مات وكده. بس ليه بقول الفرق في الاختلاف؟ ان لو انا اصلا مشيت تحتيه هلاقي فيه تلون موجود في الخشب من جوه، لكن ممكن فيه ماليش تلون، لكن هلاقي برضه فيه موت. برضه من الحاجات المميزه جدا لما انت تيجي تلاقي الحاجات دي موجوده، تيجي تخلع اصلا او تشيل القلف اصلا بتلاقي تحت القلف على طول في اللون بتاع الخشب واصبح لونه زي المسلوق. اللون الطبيعي اصلا بيكون مردان، لكن انت هتلاقي اللون بقى مسلوق، لو انت شميتها تشم ريحه عصير قصب او ريحه تخمر بقت موجوده، فدي كلها معناها ان انا عندي الفطر شغال ويعمل لي المشكله بتاعتي. المشكله اللي بتكلم عنها مش مجرد حرق عين او مجرد ان ورق بيموت، لا المشكله اللي بتكلم عنها ان هو اصلا هينتقل من الكلام دوت للزراعه يموته وبعدين من الزراعه للجذع يموته. اللي احنا بنوصل له ان الجذع كله بيموت فعلا. هتاخد جزء من الشجره بتاخد جزء من الشجره ايه؟ الجذع كله. شكلي مش عايز اتكلم تاني. زي ما اتفقنا ان اصلا انا قلت لو سلوك هتعرفوا كل حاجه انتوا بتشتتوني بس. اللهم صل على النبي. زي ما قلنا ان حركه الفطر اصلا في حركه في اللحاء ودي هتبان بعد شويه اكتر، فالجزء اللي اصلا بيمشي في الفطر اللحاء اصلا في دايره هتشوفوها مع بعض دلوقتي ان شاء الله. فهو لما بيمشي ما بيمشيش في الدايره مع بعضيها، لا بيمشي كانها اصلا عباره عن انابيب مع بعض، فالمكان اللي بيمشي فيه بيموته. ومع الوقت يبدا ينتقل من الدايره ديت للدايره اللي هي مستعرضه، بدل ما دايره طوليه بقى اصبحت دايره مستعرضه فينتقل كمان ليها. لكن عامة هتلاقي في البداية في جزء من الشجرة بس هو اللي بيموت، في الذراع بس هو اللي بيموت، في جزء من الذراع هو اللي بيموت، يعني الموضوع ما بيبقاش شامل كل حاجة في الأول. لكن لما بيساب الشجرة كلها بتموت، أصلا لما بيوصل من دوت للجذع لو عمل دايرة في الجذع كلها أصبح الجذع كله مات. مات لحد فين؟ لحد هو ما وصل. وهنشوف مع بعض الكلام ده بإذن الله. الشكل دوت ممكن من بعيد أنا ماشي أصلا لغاية شكله مش وحش، معقول يعني. لكن هو ده تلاقي في حاجات موت شكلها ما هياش طبيعي، الاقي هنا في حاجات ما هياش طبيعيه. فالمنظر العام ما يبتعنيش، مش عايز امشي ادور في فرحان ان الوجه بتاعي كويس. انا عايز امشي مهموم ادور على المشاكل الموجوده في الارض بتاعتي. اوكي خلاص احنا قلنا على الحاجات ديت. بنشوف اصلا بأصبح مش مجرد عين ميته، ده اصبح عيوب ميته مع بعضهم. يعني بتكلم عن قصبه بالكامل بتموت. شكله كويس، الشكل ده كويس، بس هلاحظ حاجه ان مع الحاجات الجميله اللي موجوده عندي
ان دوت اصلا قصبه بالكامل ما فيهاش تخريج خالص. يعني هو قدر شكله كويس قوي، لكن في عندي طراحات ما فيهاش اي تخريج خالص. هنا بقى واضح اكتر بالنسبه لي. دي كلها ما فيهاش تخريج. مفيش بقى موضوع ان اصلا رش الميكس ما كانش كفايه وواحد نسي يرش حته والكلام ده كله ما ينفعش، لان اصلا عندنا مواد عامله ايه؟ والفرق بين دوت ودوت في الايام لو كان هيتخرج حتى لو انا ما رشيتش الميكس ما كانش يقعد اصلا بالشكل دوت. لكن في عندي حاجه بتقول لي ان عندي المواطن ده مش هيشتغل، لو انا قصيت فيه هلاقي فيه تلون في داخله لو انا قصيت هنا هلاقي فيه تلون في الداخل، لو انا قصيت هنا لو انا قصيت هنا، دي كلها اصبحت حاجات ميته بالنسبه لنا. هتجرب الكلام دوت، وانت بتجرب الكلام دوت حاول ما تعملش زينا، يعني احنا كدكاتره ما نخش نبوظ الحاجه ونمشي ما عندناش مشكله عشان نشتغل بعد كده. لكن انتوا لما تيجوا تجربوا يبقى معاكم مطهر، ودايما بتبص يبقى فيه تحط مقص في المطهر عشان انت بعد كده هتشتغل بالمقص وانت ممكن تنشر العضو بنفسك بعد كده. خلاص احنا بقينا ملاحظين ان في طروحات كامله بقت مش شغاله بالشكل ده. ممكن حتى لما ترجعوا تلاقوا الحاجات دي بقت موجوده، ممكن تلاقوا تشوفها، لكن لما انت تعرف المشكله ممكن تلاقيها بعد كده قدام. لما هتلاقيها يبقى سهل حلها. خلاص احنا عرفنا في طروحات مش شغاله بالكامل. هنا السؤال ازاي نميز بين ان عيون ما فتحتش بسبب التايبات او التايبر، او ما فتحتش بسبب ان في مرض البلد دي هنتكلم عنه بعد شويه، لكن برضه مرض البلد دي لما بيصيب عين بيموت العيون المصابه برضه ممكن ما تخرجش، او مثلا يبقى عندي في صقيع والصقيع برضه بيموت العيون. ازاي اميز بين الاعراض دي وبعضيها؟ يعني عندي بقى في موت داخل الطبقات، ازاي اميز بين الحاجات دي وبعضيها؟ ايه سبب الموت الحقيقي اللي موجود عندي؟ هبص نقعد كده في تخريج موجود عندي، في حاجات مش مخرجه خالص بالكامل. هل البلد دي ممكن يمنع لي تخريج مكان كامل؟ لو عندي البلد دي دائما البلد دي لما بيجي يصيب الاصابات او يصيب العيون بسبب طريقه عشوائيه، وبالتالي المكان اللي ممكن يستقر فيه البلد دي ممكن يموت فيه، يعني ممكن لو اصاب عيني يموتها، لكن اصابه العيون اصابه عشوائيه. لكن لما الاقي ان في مكان بقى كله ميت بالشكل دوت مش موضوع عيب. طيب لو انا اصلا عندي الصقيع ممكن يموت الطراح بالكامل. لكن لما يموت الطراح بالكامل مش هيموت الطراح بس في الشجره ويسيب بقيه الشجره سليمه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما يموت طراح المفروض اكون انا اصلا متابع درجات الحراره اصلا هتمشي ازاي بالتفتح، لان الموت اصلا بيكون نتيجه تاثير الصقيع على العيون قبل التفتح، فبالتالي ممكن يموت العيون في حاله زي دي. فالمفروض انا عارف درجات الحراره هل انا وصلت لمستوى نعمل صقيع في العنب ولا لا؟ العنب اصلا مع النبات بيتحمل درجات الحراره المنخفضه، لكن المنخفضه مش معناها توصل لصفر او الكلام ده هيعمل لها مشكله. طب ده عامل ثاني بحطه في الاعتبار. في عامل ثالث مهم جدا، الصقيع لا يموت الا القصبه هي لم تستوي في الموسم الماضي. يعني الشجر ما استواش هو بس ده اللي ممكن يموت اثر الصقيع، لكن الشجر اللي استوى كويس مش ممكن يتاثر بالصقيع. الصقيع ممكن يأثر على التخريج على تاريخ التخريج ذات نفسه او تفتح البراعم، لكن مش هيأثر لي على ان هو يموت لي شجره او اصبع. اذا اتفقنا الصقيع يموت لو كان عندي فيه عدم سوى. طب ازاي اعرف ان القصبه بتاعتي ما استوتش؟ القصبه ما بتستويش دايما بيكون نخاع، قطر النخاع بتاعها بيكون كبير. فلو انا عندي اصلا الاقي ان انا عندي النخاع لما انا ببص للموت بلاقي ان قطر النخاع جوه اصلا صغير جدا او طبيعي وعندي فيه موت، معنى كده مش الصقيع هو اللي موت القصبه بتاعتي. اذا في حاجات مفيش اسئله. في 3 حاجات بيعملوا لي بيبينوا لي فيه صقيع زي ما اتفقنا، منها ان يكون اصلا متبع درجات الحراره قبل التفتح، منها ان يكون عندي في الاصابات اللي ظهر عليها الصقيع بتكون فوق النخاع فوق وسطهم سميك، وتترا مثلا اللي هي مش مستوى. وانا لا هيكون في عموم في المشكله، يعني في الاثر الصقيع هيكون في عموم على الحدود كلها وعلى فروع الشجره كلها، مش على فرع من بقيه الشجره. هنيجي ان هو ده غير شكل طبيعي ولا ايه؟ والله شكله في حاجات مش طبيعيه. ما زلنا مش قادرين نميز ده حرق كامل، ده حرق كامل دوت عندنا موجود نتيجه برضه الطيبه، مش مجرد اصلا زي ما اتفقنا
ان بحاجات بسيطه، لا ده ممكن الاقي ان بدا فيه خط فيه شجر كتير بالشكل ده بينبهني لحاجه ثانيه. الايطايبر بيعمل جراثيم بتطير عشوائيه وبتعمل اصابه موضعيه. اصابه موضعيه يعني تلاقي في شجره مصابه وشجره مش مصابه، فيها فرع مصاب وفرع مش مصاب، عمليه عشوائيه. لكن لما الاقي ان في خط بيبقى فيه شجر بالشكل دوت ورا بعضه، لا بعرف ان اصلا في عندي مشكله في الايطايبر اللي عامله مده الزراعه، وفي نفس الوقت في مشكله في الخندق ذات نفسه في الجذور بقت اصلا فيها مشكله، فبالتالي بقى الشجر في الخط كله بقى عليه اجهاد، وبالتالي سهل انتشار المرض. الكلام ده بينبهنا حاجه ثانيه، ان الفطر اصلا موجود، الفطريات اللي بتعمل الداي باك عندنا في مصر موجوده في كل مكان اساسا. طبعا احنا بنستحدث يعني فطريات جديده وبنستحدث اوزان جديده مع شغلنا او مع نعمه بتجيب من بره، لكن اصلا هي موجوده في كل مكان، في فطريات كتيره موجوده تعمل داي باك، لكن هي ما بتعملش داي باك. الداي باك بيكون موجود في المنطقه اللي بيكون فيها اجهاد على الشجر، يعني كل شجره لما تكون ضعيفه فرصه انها تصاب بالداي باك بتكون اعلى بكتير جدا. من ضمن الحاجات اللي بتعمل ستريس سواد على الشجره اللي يكون عندي فيها عفان جذور. فلما الاقي في شجره عندي في نفس الخط بالشكل دوت اعرف ان عندي مشكله عفان جذور، فانا محتاج ان انا اعالج المشكله من فوق ومحتاج اعالج المشكله في الجذور من تحت. لازم اشتغل على الاثنين في حاله زي دي. تحت البلاستيك بتلاقي فيه كتير جدا في تخريج في الاصابات بعدين بيحصل بعدها موت. ده برضه هو المرض بتاعنا، بس البلاستيك بيوفر ظروف بيئيه مناسبه جدا للفطر ان هو يشتغل. فدايما مع التغطيه ممكن الاقي فرص الداي باك لانها تزيد عندي موجوده طبعا، لان هو اصلا موفر رطوبه كويسه، موفر درجه حراره مناسبه تحت البلاستيك، فبالتالي الظروف بتخلي الفطر يشتغل بشكل اكبر لو كان موجود. هنعالج لتحت البلاستيك وهننجح باذن الله، وخلاص عندنا الموضوع ونسيناه، ونتيجه ان انا ما عالجتش كويس هلاقي ان اصلا بعد فتره المواد كلها بعد ما اشتغلت دي كلها كانت المواد اتعالجت، وبعدين بعد فتره رجعت ماتت تاني. اذا الكلام دوت معناه ايه؟ لما الاقي مشكله تحت البلاستيك انا محتاج ان انا تحت البلاستيك او الارض محتاج ان انا اعالجها، ومحتاج اتاكد ان انا عالجتها بطريقه سليمه. يعني ايه بطريقه سليمه؟ اتاكد ان انا حليت مشكله المرض بجد. ممكن اكون محتاج اعمل معاملتين، ممكن اكون اصلا محتاج اعمل سكاوتنج ان انا ابص على المكان دوت تاني، ما اعملش معامله شفت بقى فيه مواد خبريه كويسه يبقى خلاص الموضوع انتهى. نفس الكلام يكون عندي مزرعه او خوشه فيها اصلا داي باك وعالجها كويس جدا في بدايه الموسم لحد ما اوصل لمرحله الجمع، خلاص طمنت الحمد لله، لكن باجي بعد الجمع كلنا بنتعب، شهر 6 و7 بلاقي اصلا المرض بدا يشتغل مره ثانيه وموت الشجر اللي هو بقى شكله طبيعي. يعني ممكن نبذل مجهود كبير جدا عشان نحافظ على الشجر في خلال الموسم، وحضرتك بعد نهايه الموسم تكون خلاص تعبت يبدا المرض اصلا يظهر من تاني ويشتغل، وبنموت احنا اصلا مش منتبهين ان الموضوع بقى فيه مشكله. معظمنا بعد الموسم بيكون خلاص ساب المزرعه، ومعظم الفطريات بتشتغل بعد الموسم كويس جدا. ده حاجات من ده بتبين ان اصلا الداي باك موجود او موت الزراعه. لو انا اصلا ده لون النخاع شكله اصلا بني غامق، المفروض لون النخاع يكون بني فاتح درجه درجات البيج مش البني كمان. هلاقي اصلا ده النخاع، ده الخشب فيه زي ما يكون اشعه كده، هو دي كلها اصلا فيها تلون بني، ده الفطر اصلا شغال ومموت، والفطر اصلا بيفرز مواد سامه او توكسينات بتموت الخلايا ديت، فاصلا لما يكون موجود عندي هيموت في الخشب بالشكل اللي انا شايفه. دي من الاعراض اللي يكون فيه عندي في الداي باك. واضح بقى ان الموت اللون البني بدا يزداد. على فكره كل ما بخش في درجات اللون البني انا باخد القدره على العلاج. يعني لما بوصل للمستويات ديت انا ممكن اعالج نسبيا، كل ما بيزيد اللون البني مش هقدر تعالج حاجه خالص. اصلا الكلام دوت من فضل ربنا علينا، الاعراض اصلا كتيره لو لاحظناها في الاول هنعالج ومش شايفين مشكله على الأطفال. كل ما بتاخر في علاج يبقى في جزء بيموت، اتاخرت اكتر في جزء بيموت مش هيتعالج. فالعلاج متاح وسهل باذن الله بشرط ان ناخد القرار في وقت مناسب ما تاخرش عنه. هنا واضح ان في النخاع اصلا بقى غبي وفي تلون بني حوالين منطقه النخاع. يمكن الصوره دي اصلا واضحه. لو انا بصيت كده هو ده كده كلها ميته، ده اللي هو اصلا السور اللي داخل على طول الموت. هنا حتى لو انا عالجت اصلا ما فيش اي علاج، يعني اي حاجه لو رشها خلاص الموضوع الجزء الباقي دوت مش انا هحافظ عليها هعمل ايه يعني. لو الكلام دوت معناه ده اللي طالع دوت كله اصلا مات، لكن هو الفطر مش واقف عند هنا، هو اصلا بيكمل في بيت الشاور. ممكن الاقي العرض بالشكل دوت، النخاع اصلا شكله صغير، ده اللي بقصد شكل النخاع الصغير طبيعي المستوي، لكن اصلا في طالع حوالين النخاع في الخشب مايل بالشكل دوت، في فطريات كتير بتعمل الكلام دوت، زي ما قلت الطايله بيعمل دوت، ممكن فوزاري يعمل دوت، ممكن بوتو الجلودي يعمل العرض بتاعنا دوت. مش تفرق معانا كتير ان المودات احنا هنشتغل بيها لو هتطهر او هتحل المشكله هتشتغل مع كل الفطرات دي.
هنا النخاع اصلا سيء، اللون بقى بتاع النخاع اصلا بني غامق، الخشب ذات نفسه احنا شايفينه اصلا بقى عامل ازاي، واضح يعني الشكل دوت ممكن نعالجه برضه باذن الله، بس ما انصحش ان احنا نوصل للشكل دوت. هنا اصلا الخشب شكله مش سيء، لكن هو لاحظت فيه الفطر موجود عندي هنا اهوت. ده الفطر موجود في المناطق دي. بالمناسبه ده النخاع بتاع العنب، المنطقه من هنا دوت هي الخشب داير ما يدور، المنطقه دي تقريبا بتبقى 1 مللي، هو ده اللحاف بتاعنا اللي بيتحرك فيه الرصاص. ده مهم قوي ان احنا نشوفه عشان نعرف ليه بعد شويه. هنا عندي اللون لو انا بصيت في منطقه اللحاف بقى في بيضات موجوده عندي، ده اللون المفروض اللون ده اصلا يكون مختلف من درجه درجات اللون الاوضح. هنا اصبح اللون بقى ابيض، اللون ابيض معناه ان في بدا في موت في منطقه اللحاف. هنا برضه في لون بني بعديها، الفطر بدا يفرز سموم وبيموت في الانسجه بتاعت الخشب. واضح حجم اللحاف عامل عامل ازاي. هنا بس ببين قوي ان عندي ده هنا بقى في الموت، اي مكان في الشجره بيموت نتيجه الفطر دوت بيحصل بعد كده فيه تشوهات. ده بقى هتلاقيه على عصبه، هتلاقيه على الدراع، هتلاقيه على الشجره، تلاقي الشجره بقى فيها تشوه، اعرف ان انت عندك مشكله ضيباك وانت ما انتبهتش ليها. مشكله قدامك وانت ما انتبهتش ليها. ده اللون الاخضر دوت بيعبر لك عن اللحاف، لكن كل منطقه دي هي منطقه خشب بالنسبه لنا. خلاص احنا قدرنا نميز بقى الاعراض بتاعت الطيبه خلاص ان شاء الله. احيانا لما باجي اعمل تطعيم او اجي اعمل سواء تطعيم اصلا على عقل او تطعيم على شجر ممكن الاقي اصلا في موت، لكن انا الاول هنا عند العيون ممكن الاقي ان الشغاله كويس، لما اجي بقطع فيها بلاقي فيه تلون خشب حوالين العين اصلا كله محروق. يعني اصبح الموت موجود حوالين العين بتاعت الشجر. ده اصلا منطقه تحت القلفه اصلا، في المنطقه بتاعت العقله بتاعت التطعيم او مطعمه، لا فيها اصلا ما فيش تهريج وعندي فيه موت تحت القلفه بالشكل ده بني جامد. ده احتوينا بقى خلاص على الشكل البني دوت خلاص. ده الشكل النموذجي للايديال او التيبيكال للفطر نفسه. لما يكون عندي المرض شغال ازاي دوت طب اشوفه على طول ده اسمه الطيبه وده موجود عندنا. عشان نبقى منتبهين ان المرض دوت في معظم دول العالم بياخد فتره من 3 ل 5 سنين عشان يبان عرض دوت. احنا عندنا في شهر او من شهر ل 3 شهور بيبان عندنا عرض دوت. فالمرض دوت هو اصلا موجود في دول بس ياخد سنين عشان يبان كده، احنا عندنا في دول اسابيع بيبان عرض بالشكل ده. طبعا نظام زي هنا مناسبه. خلاص ده هنا بقى في موت في الاصابات، يبقى في تشوهات. ممكن يبقى في موت عندنا طولي نتيجه ما بقول لحضراتكم الموت اصلا بيشمل على اللحاف، واللحاف هو اصلا في الدائره الخارجيه لو انا عملت قطاع عرضي وبينزل حوالين الخشب من بره، فلاقي ان برضه بقى في عندي موت بالشكل ده. خلاص دي منطقه تطعيم فيها المشكله. هنا بشوف ان اصلا في كمان عندي حشرات موجوده، يعني حتى الحشرات اللي بتبقى موجوده سواء تبع الفطر او غيره او بقى دي كلها حاجات بتسهل فرص الاصابه بالفطر، والمكان يبقى فيه اصابه بحشرات اللي هي بتاع تشفيه الاجنحه او بيلاقي فيه فورم بيسهل دخول الفطر. الكلام ده معناه ان اصلا الفطر ده بيعمل لي الاصابه اساسا في وقت يكون فيه جروح على الجذع بتاع الشجره. ايه الحاجات اللي بتعمل جروح؟ اما وقت التقليم وده اهم وقت في حدوث الاصابه، او عند نتيجه الاصابه بحشرات من اهمها واخطرها البائد دي. البائد دي مرافق جدا للفطر بتاعنا، بيوفر ظروف مناسبه للفطر، بيعمل ندوه عسليه، بيوفر رطوبه، فالفطر بيشتغل وراه بسهوله جامده جدا. فبرضه يفهمنا عشان نقاوم مرض دوت محتاج نقاوم البائد دي، اصلا مش محتاج يكون عنده بائد دي في الارض، لكن لو في مرض لازم نقاوم برضه لازم نقاوم البائد دي لو كان موجود. البائد دي هيبتدي دايما غالبا موجود في المناطق اللي فيها رطوبه في المزرعه، فبالتالي انا لما اجي ادور على البائد دي ادور في الاماكن الموجوده فيها رطوبه، اماكن فيها الاصرار، اماكن فيها عند الجذع من تحت في بدايه الموسم، وفي بعد اواخر الربيع ممكن الاقي اصلا بدا يطلع الحشره اللي فوق. وقت الشتاء طبعا بدور فيها تحت الطفل. دي اصلا عندي بقى في موت، ده الشكل السليم وده اصلا الشكل اللي هو اصبح ميت عندي. دي كلها اصابه الفطر بتاعنا، دي اصلا نتيجه اصابه حشريه قبل كده. هو العرض ده بس اللي جايبه حضراتكم عشان نعرف ان مش كل حاجه اشوفها يبقى هو مش عامل مشكله. لان اصلا عندنا شجره فيها تسيير وفيها اصلا جراثيم لونها وردي كتيره جدا، كميات كبيره جدا،
وشكلها جميل قوي تحت الميكروسكوب، لكن دوت فلتر اصلا امي مش هو اللي عامل مشكله، ما حدش دوت يبقى انا عند الفلتر ده هو عامل مشكله، ده اصلا جاي نتيجه ان الشجره اصلا بدات بتموت وبقى في عليها رطوبه كتيره او بقى في عليها اشخاص عسليه فبقى يشتغل، لكن مش هو ده المشكله عندنا. ده شكل الفلتر اصلا على المزرعه بتاعتنا، هو برضه عباره عن سيلم او خيوط بيضاء. انا بوريكم الحاجات ديت ليه؟ لان اصلا شكل الفيوزاريوم هو نفس الشكل دوت. فممكن حضراتكم تاخدوا عينات وتدوها للمعامل ويقول لك ان عندك مشكله فيوزاريوم، لا هو مش فيوزاريوم، هو شكل الفيوزاريوم هو شكله زي على الاطباق عامل زي شكل الفلتر دوت. دي العزلات بتاعتنا اللي موجوده عندنا اصلا كتيره، دي عزلات برضه بتاعت الفلتر بيعمل طيبه. ده شكل الجراثيم بتاعته، الجراثيم بتاعته قريبه جدا في الشارع من شكل الجراثيم الفيوزاريوم، لكن الفرق ان في الفيوزاريوم تاني جراثيم بتكون دي اصلا جراثيم اسكيه، ده الكيس الاسكي بتاع الفلتر بيكون مليان جراثيم بتتحرك، جراثيم بيطلع عندي بالشكل دوت. لو حد اصلا مش منتبه ومش عارف طبيعه الفلتر هشوف شكل الميسيليوم وشكل الجراثيم يقول لك ده عضله بتاع الفيوزاريوم، ده فلتر تاني خالص غير الفيوزاريوم. هنا كان اليوم كانت واقفه بعد المعالجه فتحت العيون. في حاجه ثانيه تميز الاصابه ما بين البلد دي والطيبه. في عامل مهم. انا اتفقنا ان عندنا البلد دي بتكون اصابه بتكون عشوائيه، فممكن لما عين تموت ممكن الاقي عيون عشوائيه، يعني ممكن الاقي مره هنا مره هنا مره هنا ما لهاش نمط. لو انا اصلا عندي مشكله طيبه ولقيت عدم تفتح حاجه من الاثنين، الاقي عدم التفتح واخد خط العصبه كلها يعني فوق وتحت، عامه انت بتكون توجيه العيون حوالين العصبه مره فوق ومره تحت. فلو انا عندي خط طيبه دايما الاقي العصبه كلها ماتت، دايما الاقي عدم تخريج في جانب واحد من جانبين، زي ما هو بيتحرك مع اللوحات هيموت لي جانب واحد من جوانب العيون حوالين العصبه. ده برضه وظيفه مميزه جدا تعرف ان في عندي مشكله طيبه او مشكله بعد الاميليا او الضيق او البلاتي. زي ما اتفقنا احنا اصلا ممكن الطيبه يموت اصلا لحد جذع الشجره، وكنا بننزل لحد مستوى كمان لحد مستوى 10 سم وبنبص عشان نضطر نتخلص من المرض، لان عشان احل المشكله لازم الاول نخلص من الجزء المصاب وبعدين ابدا اعالج. هنا دي شجره كلها فعلا بقى فيها موت ووصلنا لحد 10 سم او دي اكتر شويه، لكن في شجره كتير جدا وصلنا لحد 10 سم على وش الارض، وبعدين عالجنا وطلعت مواد ثانيه وعوضت الشكل اللي هو خطر بعد كده بسرعه جامده جدا. فالموضوع اصلا هو رغم ان هو صعب لكن فعلا ممكن نعالجه بسهوله باذن الله. هنعالج ازاي؟ زي ما اتفقنا احنا عندنا اصلا في وقت التقديم ممكن نميز المشكله. يعني الاصابه عنده بتحصل في وقت التقديم، لكن في وقت التقديم ذات نفسه هتبين المشكله وهقول لحضراتكم ازاي. لكن عامه انا لما بقلم باخد مواد التقديم ديت وبحرق الاصابات الميته اللي بتيجي تظهر. انا عارف ان احنا كلنا اصلا لما بنحرق اصابات احنا بنجيب كلنا شريدر او غيره ونقطع الاصابات اللي موجوده وبناخدها في الارض عشان نعمل مارشنج او نشيل في الارض بعد كده ما عنديش مشكله. لما يكون عندي داي باك الوضع هنا بيختلف. فانت محتاج ان انت مضطر مش هتقدر تاخد الاصابات الميته وتحرقها، على الاقل قبل ما تشتغل بترش مبيد فطري يكون جاهزي ويكون كويس، بترش على الارض مبيد زي مركبات النحاس، وبعدين لما تفرم او تفرم حاجه انت تشتغل فيها بالمطهرات. لكن الافضل طالما عندي في داي باك في المزرعه اخد الحاجات دي بحرقها. انا برضه عشان عارف طبيعه حضراتكم وعارف البلد ماشيه ازاي، فانتم مش هتحرقوا ولا هتعملوا حاجه، معاهم المطهرات كويس قبل ما تقدموا. الحاجه اللي بعد كده بعد التقديم تشتغل بمطهر مناسب. المطهر دوت مناسب ممكن اي مركب نحاس، ممكن القصاد يبقى كويس، ممكن الاكسجين النحاس يبقى كويس، ما عندناش مشكله. بشرط انا بطبق المركب الرش من مركب نحاس بعد نهايه التقديم مباشره في نفس اليوم. يعني مش هستنى حتى ما اخلص مساحه كبيره ونبدا اشتغل. المنطقه اللي تتألم اشتغل فيها مطهر نحاس. انا بتكلم في حد المزرعه العاديه ان فيهاش اصلا اثر داي باك او اثر في النص. لكن لو عندي مشكله اثر في النص او داي باك موجود منتشر يبقى انا محتاج ما اشتغلش في الفتره دي، بقلب مركب جهازي والتنازلات اصلا كويسه، وطبعا التنازلات كلها مش زي بعضيها. لكن هو قاعده عامه التنازلات بتقاوم المرض دوت بشكل كويس. هتلاقي بقى اسئله كتير جدا، لا التنازلات اصلا ما بتشتغلش، تشتغل في اصلا في حاله سكون وهيمتص ازاي ومش هيمتص ازاي. ريحوا دماغكم اللي بقول لكم عليه تعملوها هتبقى ما عندكوش مشاكل باذن الله. الاصابه عندنا كلها في منطقه اللحاف في تشوهات الخشب، سهل قوي انه ينبسط او ينتشر المحلول المبيد الشجره بسهوله. ما تسمعوش بقى الكلام الكتير في الحاجات اللي فيها غلط. اسمعوا كلامنا بس. الحاله انتشار اصابات شديده في الموسم الماضي او في وقت التقليم
يعني ايه فوق التقديم؟ هنشوفه بعد شويه. بس بقول لحضراتكم لما يكون عندي اصابات شديده في الموسم الماضي بالداي باك او في مورفين او لاحظت في وقت التقديم في اصابات وهنشوفها بعد الشريحه دي. بعمل رش جهازي عن طول اصابات 7 سم. اذا انا بعمل معامله بعد التقديم لو عندي مشكله وعند طول 7 ل 10 سم بعمل معامله ثانيه عشان اضمن ان التخريج يبقى عندي اولا كويس وعندي تاني. حصل انا عندي اصابه في المرض بتاع الداي باك او موت الازرق او الفواصل السنه اللي فاتت وكانت موجوده بشكل كبير. فبالتالي فانا بعد التقديم هقلم وهنتعامل مع التقديم ازاي وبعدين هرش مركب جهازي عشان اضمن ان انا احل المشكله في الاصابات او الشلل الموجوده. في بدايه الموسم في بدايه الربيع التالي يعني انا قدمت في شهر 12 اخر 12 او اول واحد في بدايه الربيع يعني بتكلم عن شهر 2 تقريبا هلاقي بدا يبقى في تخليج ثاني حسب انتوا شغالين ازاي وفي مكان. التخليج الجديد هيوصل طوله 7 سم لحد 10 سم ببدا اعمل معامله ثانيه في مركب جهازي عشان اضمن ان انا حسن التخليج والحاجات اللي فيها اصابه في بدايه الموسم ان انا اوقفها مره ثانيه. طالما عندي اصابه موجوده بشكل واضح في السنه اللي فاتت. الخطوه ديت على فكره يا جماعه بتديك تجارب اشتغلت في المزرعه مهمه جدا، يعني انا اصلا لو انا مش منتبه هضطر اعمل المعامله ديت لما يظهر عندي الاعراض وبالتالي هبدا اعالج المشكله باذن الله لما انا هرش بعد كده واذا اصبح التخريج اللي طالع بعد كده اصبح متاخر كتير عن بقيه المزرعه. هنا بيعمل لك عدم تجانس في الرش او عدم تجانس في تاثير الرش اللي انت بتعمله بالنسبه للمنظمات الموكله. فان هو شايف ان في عندي مشكله يبقى عند 7 10 سم. ليه بقول 7 10 سم؟ المشكله التخريج كله اصلا ماشي زي بعضه فتقريبا في المستوى دوت بعد ما عملت الرشه بمركب جهازي. عندي اصابه شديده ما بكتفيش برشه واحده بعمل رشتين ورا بعض. زي ما اتفقنا دايما في اي حدوث اوبئه بعمل رشتين بينهم وبين بعض فتره اسبوع عشان اضمن ان انا تخلصت من الموضوع. ما عندناش مبيدات كفاءتها 100%. اولا في تباين ما بين مبيدات وبعضيها كبير جدا. في تباين بين المبيدات في نفس المجموعه كبير جدا. في تباين لنفس المبيد ذات نفسه مدى الافعال هي بس من شركات مختلفه في تباين كبير جدا بينهم وبعض. فالموضوع بقى واسع ويعني يوم ما نتكلم فيه بوضوح اكتر من كده. لكن في النهايه ما عندناش مبيد بيديني كفاءه 100%. وبالتالي المبيد اللي انا بشتغل فيه هيموت ب 60 70% 80%. الجزء اللي باقي هيشتغل مره ثانيه فمحتاج اعمل بعد اسبوع ثاني معامله ثانيه عشان اتخلص من الجزء المتبقي. دوت في حاله وجود اصابات اصلا شديده قبل كده. انا شايف انا ان في مشكله داي باك في الخط يعني انا بعمل عمليه حقن عشان اتخلص مع عفان الجذور او شايف عندي فيه داي باك وشايف فيه عفان الجذور فلازم اعمل حقن. وممكن اعمل حقن في بدايه الموسم ممكن اعمل حقن مع الرش يبقى رش وفي نفس الوقت بعمل عمليه حقن. هنا بعمل تبادل ما بين المبيدات وبعضيها اللي انا هشتغل فيها. في مبيدات كتير بتنفع معايا ضد الفوزاريوم، الفوزاريوم غالبا بيكون سبب مشكله. في عندنا الكاربونازين موجود، في التوكسين موجود، في الرودومين بلس. الرودومين بلس بفضل الرودومين بلس. وترش مره او مرتين برضه حسب مستوى الاصابه الموجوده عندك. لكن اساسا انت بتحدد انا عندي داي باك، عندي عفان جذور ولا ما عنديش دوت او ما عنديش او ما عنديش الاثنين. المبيدات اللي ممكن اشتغل بيها عشان اتابع امراض الذراع ميت والنوسز عندي التنازلات كلها بتنفع لكن مش كلها زي بعضيها. بنتكلم عن التبايز وبنتكلم عن المطعمش وبنتكلم عن السميات. هتلاقوا برضه في تباين في الكفاءه وفي تباين في الاسعار. اختاروا الحاجه اللي كفايتها كويسه وسعرها مناسب. البنزيميدازولز عندنا اصلا الكيمازيد او الكاربندازيم والتوكسين ودول الاثنين اصلا فعالين وفعالين بشكل كويس جدا. في عندي الميتاميلاكسيل اللي هو الرودومين بلس مش الرودومين مانكوزيت. الرودومين بلس هو مناسب معايا. حتى ورا بس عايز طبعا فحك كان بيه عايز يسال ورا وما رضيتش هيقول عليا انا بطلت غني تعمل مشاكل مع الناس بعد ما خلص. بس ارجوك اكتب بس اللي انت عايز تسال فيه عشان انت هتنساه. زي ما اتفقنا اللي انا هعالجه بعد كده انتبه في شهر 6 و7 ان انا ابص عليه مره ثانيه كويس قوي لان ممكن المرض يرجع تاني في 6 و7 ومش هتفهم. وقت التقليل هنشوف ايه وقت التقليل. ممكن اشوف في مفصل، ممكن اشوف الذراع الميت، وممكن اشوف باقي دي. الحاجات دي وقت التقليل هتبقى باينه بالنسبه لي كويس جدا. اميزها ازاي؟
ممكن الاقي تشوهات بقت موجوده بالشكل دوت. يعني زي ما اتفقت مع حضراتكم ان الفيموسيس بيعمل تقرحات وبقع، لكن في النهايه ممكن ينتهي بتشققات وليه على الاصابات. لما الاقي الناس في نهايه عند التقييم الاصابات عندي زي شويه بالشكل دوت، انا كان عندي فيه فيموسيس كتير السنه اللي فاتت، وبالتالي انا محتاج اتعامل مع المشكله اللي عندي. دي ورقه كنت شارحها زمان للناس اللي بيدوروا على عين، يمكن من 15 سنه او حاجه زي كده. هنا هو في عندي لما انا ببص في الاصابات ذات نفسها الاقي ان في تلون بني بالشكل دوت، النقاع شكله فيه مفتوح، في تلون في النقاع، فانا عندي دوت طيبات. في عندي القص لون بني غامق، درجه من درجات البيج البني ده موت. في عندي الشكل دوت، دي الاشكال انت هتشوفها عشان تعرف انت عندك مشاكل طيبات. الحاجات دي محتاج تتشال، يعني دي مش هتبقى عليها. الاسبوع اللي فات الكلام دوت لازم اتشيلها. لكن معناه ان انا بنتبه الموسم الربيع اللي بعدها على طول ان في عندي مشكله. هنكمل بقيه الاعراض ساعه التقديم. هنا اصلا المشكله هنا في موت، هنا في موت، هنا اصلا في اصابه قويه جدا بالفطر، يعني ممكن الاقي الشكل كله بقى الشكل دوت بس. انا عندي هنا اصابه قويه. دوت انا ممكن اعالجه، لكن دوت مش هيتعالج. كلمه ثانيه معناها انتوا ما بعالجش حاجه، ربنا بيعالج، لكن انتوا هتعالجوا ده. هنا في موت عندنا كامل بالشكل دوت. دي هنا في عندي ده افضل وشكله جميل قوي، لكن في عندي اصابه شديده جدا، ده برضه مش هيتعالج الكلام ده. الحاجات دي كلها محتاج تشيلها في وقت التقديم. بيحصل في وقت التقديم انك ما بتشوفش الحاجات دي خالص. ما بتنتبهش ليها على الاطلاق. بيحصل بدايه الموسم ده بيبقى فيه موت عندك، تقول الموت ده جاي منين؟ ده الموت عندك ظهر في المزرعه في وقت التقديم بس انت ما انتبهتش. فانا في وقت التقديم باخد القرار، اولا بتخلص من الحاجات المصابه وباخد القرار انا هعمل ايه بعديها وفي بدايه الموسم. خلاص احنا اتفقنا على الشغلات ديت. ده مظهر من المظاهر. هنا برضه في عندي موت بالشكل دوت. شفت ده يا محمد تذكير؟ يعني ده بالصدفه شفناه في يوم الساعه 5 بالليل. فالحقيقه في وقت التقديم لما شفنا المعرض دوت خدنا الاجراء المباشر بعد التقديم مباشره، وفي بدايه الموسم ما ظهرش اي اعراض خالص. يعني لو انا اشتغلت صح من وقت التقديم انا عديت المشكله، ما عادش عندي مشكله. دي برضه اعراض بشوفها في وقت التقديم، دي كلها حاجات في وقت التقديم يا جماعه بقى اللي انت تشوفها. دي اعراض المرض وقت التقديم. هنا اصبح في موت كامل، وهنا في الاصابه شديده. واضح المنطقه دهيت. وبعدين مش كده بس، ده هي ماشيه اصلا كده اهو. يعني الموت اصلا ما احنا عملنا قطاع بقى في موت، لكن هو اصلا نازل لتحت زي ما اتفقنا. لحد جذع الشجره يعني. في موت عندي اهو. يعني ممكن اضطر انا بقلم ان انا اشيل الخضره نتيجه الكلام دوت. هو انا بقلم انا بشيل الخشب الميت او الخشب الجاف او اللي فيه اصابه جديده، لكن ده ينبهني ان انا محتاج ان انا وانا بقلم اربي دوابر للسنه اللي بعديها كمان بقى. لان انا اصلا ممكن اضطر اشيل حاجات كتيره في الشجره. يعني انا محتاج وانا بقلم انا بشيل المصاب واعمل حساب اربي دوابر للسنه اللي بعديها. ما بقولش كمان على بيت الشجره واشيل كل حاجه ما عنديش اصلا محصول بعد كده ولا مواد السنه اللي بعديها. هنا في اصابه ولا مفيش؟ للاسف برضه في. طبعا انتوا بتشوفوا طبعا مقصات تقليم بتسيب تلون احيانا. ننضف المقص كويس وقص تاني عشان تعرف ان عندك مشكله ولا ما عندكش. ده هلاقيه برضه وقت التقديم. دي كلها حاجات مش في وقت التقديم يا شباب. دي كلها علامات المرض ولازم اخد اجراء. خلاص اتفقنا على الكلام ده. عرفنا احنا هنقاوم المرض ازاي؟ ماشي؟ ان شاء الله خلصنا من التقديم من التقديم وخلصنا من المرض ولا ما خلصناش؟ لا ما خلصناش لسه. يعني في حاجات بتساعد على المرض منها الباقي دي هضطر دلوقتي نشوف عشان اوريكم بقى دي هضطر اشوف بقى التريبس والحاجات الحشرات بالمره عشان ايه لو خلصنا من المواد دوت مع بعض. ده منظر بقى دي ممكن ايه في وقت التقديم بالشكل دوت موجود تحت القلب. بشيل القلب الاقي فيه الحشرات موجوده وحيه. طبعا تعرفون القلوب بتشوفها حيه ازاي.